السلام عليكم ورحمة الله. أنا عبد الحكيم باقبص. راح أتكلم لكم عن تفصيل اللحم بالطريقة الحضرمية. طريقة التفصيل الحضرمية مختلفة عن الطريقة العادية أو التقطيع العادي اللي دايما ناخده من عند الجزار. باختصار الحضارم يقطعوا الذبيحة ل 32 وصلة من المفاصل. كل شيء يصير باستخدام السكين بدون المنشار الكهربائي. بعدين الذبيحة تتقسم ل 16 قسم، كل وصلتين في كيس مع بعض. كل كيس يسموه نص ثمين، يعني نص التمن، يعني 1/16، والكيسين ثمين. وطبعا ال4 أكياس ربع وال8 أكياس نص وهذا كل الراس. ايوه، لما نقول راس يعني ذبيحة، مو يعني هيد. اما اذا كنت تبغى تقصد بالراس، هذا هنا الراس، هذا لما تقول للذباح تقول له كور او قشانة. طيب، هي مو اي وصلتين مع بعض تنحط في كيس، لا، هي لها طريقة معينة في التوزيع معروفة عند الجزار او عند الذباح اللي قاعد يذبح. خلاص معروف انه الوصلة الفلانية تنحط مع الوصلة الفلانية. التوزيع ما هو بس كده يعني فزلكة، لا، هم لما يحطوا وصلة مثلا تكون طرية مع وصلة ناشفة شوية. كمان الأوصال، لأنه في الذبيحة فيها أوصال كبيرة أوصال صغيرة، فهي تكون دائما متناسقة، وصلة كبيرة مع وصلة صغيرة، وصلتين وسط. في نهاية التقسيم لو أخذت الأكياس توزنهم مع بعض هتلاقي إنه تقريبا كلهم نفس الوزن. الوصلة أو القطعة الواحدة يسموها شخص، والجمع شخوص. لو طلبت من أي واحد من مطاعم الحضارم راح تلاقي إنه هو حاط اللحم بدي الطريقة، ما يحطوا اللحم أوصال كبار. وعادة إذا طلبت من مطابخ الحضارم يقول لك تبغى الرأس كامل، يعني الذبيحة كاملة، ولا تبغاه شخوص، يعني مفصل بالطريقة الحضرمية. بالمقابل لما دايما الواحد يشتري ذبيحة عادية ويخلي الجزار يقطع له هي أي تقطيع، يقصقص له هي كلها بالمنشار على حسب المقاس اللي يبغى. طريقة التفصيل الحضرمية تخلي صاحب الذبيحة يعرف إنه خلاص ذبيحته جات كاملة، ما تاخذ منها شيء، 32 وصلة كل حاجة. كمان في وقت الطبخ والتقديم يكون الأوصال مفصولة عن بعض، فكل واحد يقدر ياخد الوصلة اللي يبغاها، بعكس لما يكون محطوط ربع ذبيحة أو نص ذبيحة كاملة على الصحن. يعني لما يقعد كل واحد يلغوص فيها وده خلاص يعني تنعدم. مقابل لما تكون شخوص، يعني مفصل بالطريقة الحضرمية، يكون أنظف والباقي يبقى نظيف. هذا كان شرح مختصر لطريقة التفصيل الحضرمية. اللي يبغى يتعرف عليها أكتر ممكن يسوي بحث في جوجل أو اليوتيوب. في اليوتيوب في فيديوهات عنها. ختاما نشكر محمد منشي على إتاحة هذه الفرصة، وشكرا لكم على متابعتكم. هنا حسابي. Remember, food makes memories, and never trust a skinny chef. Stay